اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، إحنا اليوم في مجلس خليفة الكعبي العامر في البساتين. جايين ممثلين عن مجلس الوالد المرحوم إبراهيم جاسم سد بفريج الخميس بمحرك لتقديم فقرة من برنامج المجلس اسمه مناسبة وتكريم. التكريم هو اليوم العالمي للكتاب اللي صادف الأحد الماضي 23/4/2023. طبعا هذا التاريخ أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، طبعا اليونسكو، منظمة اليونسكو، لتبرز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب عالميا. احنا اليوم لنا الشرف كمجلس إبراهيم جاسم سد أن نكرم أصحاب هذا المجلس: الأستاذ الغدير أحمد بن خليفة الكعبي بخليفة، والأستاذ الغدير عبد الله بن خليفة الكعبي بخليفة. طبعا تقديرا للجهود الذي بذلوها بتأليف 3 كتب قيمة ومفيدة أثرت المكتبة البحرينية والعربية والخليجية. وهذه الكتب هي كتاب سيرة في السياسة، وكتاب وجوه في الغربة. طبعا هذه من تأليف أخونا أبو خليفة عبد الله الكعبي. وكتاب يهمنا كلنا لأن كيان شغلنا فيه كلنا أو درسنا فيه، وهو البحرين والتعليم سرب وريادة. طبعا هذه من تأليف الأخوين أحمد وعبد الله الكعبي، ألفوه بمناسبة مرور 100 عام على بدء التعليم النظامي بمملكة البحرين. طبعا احنا كمجلس إبراهيم جاسم سد برنامجنا مستمر سنوات. قبل الجائحة تم تكريمه بهذه المناسبة في ديسمبر 2019، وهي الصحف المحلية نزلت الخبر هذه المناسبة لأنها تهمنا، يوم وطني، يوم المئوي للتعليم. طبعا أيضا من المقرر أن نكرمهم مرة أخرى بمناسبة يوم العالمي للكتاب في 23/4/2020، ولكن بسبب الجائحة تم التأجيل إلى اليوم في هذا المجلس العامر، مجلس خليفة الكعبي بساتين، بحضور هذه الوجوه النيرة من رواد وضيوف المجلس، وبحضور أبو محمد المستشار عبد المنعم العيد، جزاه الله خير، نشكره على قبول الدعوة. طبعا محمد معروف شخصية اجتماعية وطنية قديرة ومحبوبة، وهو ابن والد الجميع المغفور له بإذن الله تعالى، المربي الفاضل الأستاذ محمد بن عبد الله بن إبراهيم العيد. غني عن التعريف. طبعا من الرعيل الأول في التعليم النظامي في مملكة البحرين، بدأ منذ كان تلميذا حتى أصبح أحد قادة الميدان التربوي، ومعروف حتى على مستوى خارج البحرين. طبعا هذا الإنجاز اللي قدمه الله يرحمه أبو عبد المنعم وثقه في كتاب ألفه هو قيض من فيض، الله يرحمه ويقبره راح الجنة. فطبعا الجميل في هذا اللقاء اليوم ان احنا المحتفى بهم جزاهم الله خير قاموا بتأليف كتاب حول يتكلم عن التعليم النظامي في البحرين، وبمناسبة العام المئوي للتعليم اللي هو اللي ذكرناه، البحرين والتعليم سرب ورياده. وهم
أبناء المرحوم الأستاذ محمد العيد الأوفياء الذين تخرجوا من مدرسة الهداية الخليفية فترة توليه إدارة المدرسة مع رفيق دربه المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ محمد بن حسين عبد الملك، اللي انتقل إلى رحمة الله تعالى في 3/4 في هذا الشهر 12 رمضان. الله يرحمهم جميعا ويجعل كل ما قدموه في الميدان التربوي والتعليم في تخريج الأجيال في ميزان حسناتهم إن شاء الله يا رب. الآن طبعا ننقل الميكروفون إلى أخونا أبو محمد إلقاء كلمة بهذه المناسبة. الأستاذ محمد عبد المنعم العيد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحيي هذه الوجوه النيرة الطيبة في هذا المجلس العامر، واليوم نحن في ضيافة مجلس العم المرحوم إبراهيم بن جاسم السبت في مجلس العم المرحوم خليفة الكعبي. بداية طبعا نتكلم عن التعليم بدأ في البحرين 1919 عندما تنادى أهل بعض الرأي والمشورة في ذاك الوقت على أساس أن يكونون يعني صرح تعليمي، ورحمهم الله يعني وفقوا في هذا الصرح، وهو مدرسة الهداية الخليفية التي تم افتتاحها في العام 1919. الوالد ذكر الله يرحمه في كتابه ذكر أن المدرسة هذه يعني في بداية الأمر حقيقة حصلت على قطعة من الأرض هذه اللي احنا نشوفها اليوم، وشيدت عليها المدرسة. الصخر مالها كأنه جابوه من منطقة يعني خارج المحرق. في ذلك الوقت يعني بالعناء اللي وصلوا له وصلت هذه المدرسة إلى ما احنا نشوفه اليوم، وخرجت الكثير من الأجيال سواء في البحرين أو على مستوى الخليج العربي. أما بالنسبة عن الكتاب، يوم الكتاب، فإحنا نشكر الأخوة القائمين حقيقة على ترتيب هذه الفعالية، الأخ جاسم السبت والأخ خميس السبت. بصمتهم واضحة الحقيقة في هذه المبادرات. دائما مبادراتهم تخرج من هذا المجلس. أنا شهدت الحقيقة مجلس المرحوم إبراهيم، وكان هو بنفسه بالرغم من يعني ظروفه الصحية كان يجلس ويستقبل الناس بكل حفاوة وترحيب. الله يرحمهم جميعا ويرحمهم. أما بالنسبة عن الكتاب، اليوم الكتاب الحقيقة أصبح يعني الكتاب في زمن قلت القراءة للكتاب الفعلي، الكتاب الذي نراه أمامنا. اتجهت الناس إلى الكتاب الإلكتروني. الكتاب الإلكتروني حقيقة هو كتاب يعني بنفس المحتوى في جميع الكتب اللي انت تشوفه موجود من كتاب إلى كتاب إلكتروني، ولكن الكتاب الذي نراه بين أيدينا انحصل دائما موجود، والذاكرة ما تخون أي إنسان قرأ الكتاب. الكتاب تحصل دائما المعلومة اللي فيه ترسخ راسخة أكثر من الكتاب الإلكتروني. فنسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يوفق الجميع. والبحرين الحقيقة ولادة في كثير من الكتاب اللي موجودين، ونشكر الأخوة اللي هو أبو خليفة الأخ أحمد والأخ عبد الله على الجهود التي بذلوها في إصدار هذه الكتب القيمة. الحقيقة أنا كنت مقتني واحد منهم وقرأته، وحقيقة أتذكر يوم التدشين اللي كان في فندق الهيلتون، كان يوم تدشين جدا جميل، والحضور كان حقيقة يشرف الناس المثقفين على اللي فيه من محتوى. في من مدراء مدارس ومديرات مدارس أنا شفتهم وشاهدتهم، ومدرسين ومدرسات وجميع المثقفين في ذلك اليوم.
نشكرهم مرة ثانية على هذه اللفتة الكريمة الحقيقة، ونشكر الأخوة اللي هو خميس والأخ جاسم على هذه اللفتة الكريمة لتكريم الأخوة في هذه الليلة المباركة وبحضور هذا الجمع الطيب. بارك الله فيكم، ونشكر الأخ خليفة وأبو خليفة على الاستضافة في هذا المجلس العامر بإذن الله. وفقكم الله إن شاء الله ونفع بكم بإذن الله. شكرا لكم. جزاك الله خير محمد، مشكور. الحين كلمة أخونا جاسم سعد أبو علي، تفضل أبو علي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا ما عندي شيء أضيفه على ما قاله أخوي خميس وأخوي أبو محمد. زين، فإحنا اليوم هنا إن شاء الله جايين نكرم الإخوان الأعزاء الأدباء حقيقة. طبعا ما نقول إحنا الأدباء لأنهم في كتب أجازته وزارة الإعلام، معناته كل واحد منهم أديب، وهذا شيء يشرفنا بهذا المجلس العامر. فنتمنى ان شاء الله، احنا عاده نتلاقى في مناسبات كثيره، فهذا يوم الكتاب العالمي، هاي مناسبه عزيزه على الكل. ومثل ما قال اخوي ابو محمد انه طبعا الحين هجر الكتاب والناس هجرت انها تكون تقرا من الكتاب، ولكن هناك الكتب الالكترونيه. فعموما فما بطول عليكم، وان شاء الله يوفق الجميع، ومشكورين وحياكم الله. الله يحييكم. شكرا أبو علي. الحين طبعا بنسمع إن شاء الله كلمتي المحتفى بهم بهذه المناسبة. نبدأ بأخونا أبو خليفة، أخونا أبو أحمد كعبي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يسرني أن أرحب بكم جميعا وأشكركم على الحضور، وأشكر الأخوان وأشكر مجلس إبراهيم سبت بصراحة اللي دائما وأبدا يكون على مستوى الحدث في مثل هذه الفعاليات. احنا الكتاب اللي تتحدثون عنه أو يوم الكتاب العالمي هو كما هو معروف في 23 أبريل من كل عام. صراحة يعني ما في أمة ولا في بلد ينهض بدون تعليم. الركيزة الأساسية لكل دول العالم هو التعليم. عندما يصلح التعليم يصلح المجتمع، وما في مجتمع يرتقي بدون تعليم. فعلى الدول دائما تركز على مستوى ونوعية التعليم حتى تخرج أجيال مؤهلة للتطور. ما يتطور مجتمع ما عنده تعليم أو التعليم عنده مستوى نازل. فبالتالي نحن أمة تقرأ، ونفتخر بأن نكون من أمة تقرأ. فالقراءة سواء كانت كتاب أو أي مطوية أو أي شيء يضيف معلومة لأي شخص، بالعكس هذا الهدف الرئيسي لكل إنسان. ولذلك جاء التعليم في البحرين. يعني احنا لما نتكلم عن التعليم في البحرين نتكلم عن التعليم النظامي سنة 1919. احنا لو رجعنا قليل للوراء 1914 ل 1918 الحرب العالمية الأولى، حروب قائمة من 18 ل 19. تفكر البحرين ان يبتدي فيه التعليم النظامي، هذه يا جماعة شيء يعني في الوقت اللي كثير من الدول ما كانت تفكر فيها الوقت بالتعليم النظامي. وفي البحرين تنشأ أول مدرسة للتعليم النظامي 1919 و1918 تنتهي الحرب العالمية الثانية. الدول ما زالت تجر جراحها يعني مثل ما نقول. لذلك التعليم النظامي اللي بدأ في البحرين 1919 وانتشر بعد ذلك في كل مناطق البحرين مدنها وأريافها، يعني شيء جميل جدا ان البحرين صراحه كانت صباغه. لذلك انعكس ايجابا حتى على المجتمع البحريني وعلى البحرينيين. في الخمسينات وفي الستينات يعرف المواطن البحريني بالمثقف في كل الدول. ترى من تشوف واحد بحريني يقول انتم اصحاب ثقافه، انتم مثقفين، انتم. هذه نتاج ان البحرين سبقت كثير من الدول في التعليم النظامي. وبالتالي مثل ما نقول
كل مثقف متعلم وليس كل متعلم مثقف، فبالتالي التعليم لما يبدأ والتعليم يزيد من حجم الثقافة في المجتمعات. احنا اليوم يعني ابتدينا في الكتاب البحرين والتعليم سابقة الريادة منذ عهد المغفور له الشيخ عيسى بن علي 1919 بدء التعليم النظامي في الهداية، وإلى يعني من أول بدء التعليم النظامي وما مرت بالبحرين من مستويات مختلفة في التعليم، وعرجنا وفتحنا فصول، ومن الفصول اللي فتحناها التعليم في البسيتين، لأن كثير من الكتب اللي في كثير طلعت عن التعليم في البحرين لكنها ما تطرقت لبعض المناطق، فإحنا أفردنا جزء أو باب تعليم في البسيتين. صحيح التعليم في البسيتين أول مدرسة افتتحت 63 و64 و65 تقريبا يعني، ولكن أبناء البسيتين هم في 63 بدأوا التعليم، أبناء البسيتين بدأوا التعليم في الثلاثينات طبعا، أو من 1919 لقرب المدرسة، لكن في الثلاثينيات احنا أفردنا جزء وسوينا مقابلة مع الأستاذ سالم المشاري الله يرحمه. هذه إحدى الطلبة ومجموعة من الطلبة كان يقول شلون معاناته يروح المدرسة في المنام العاصمة. تصوروا يا جماعة في الثلاثينات البحرين عندها مدرسة في العاصمة تستقبل جميع أبناء البحرين، واللي من العاصمة نفسهم يعني ما يباتون في المدرسة، عندهم سكن داخلي في الثلاثينات في المنامة. يقول شلون نروح أسبوع هناك ووجبات سكن ووجبات في الثلاثينات التعليم في البحرين. تصوروا يعني قد كان في الاهتمام بالتعليم في البحرين، ولذلك خلق جيل واعي متعلم الكل يفتخر فيه. هذه دائما البحرين. شكرا لكم. شكرا أبو خليفة، جزاك الله خير. انتقل إلى كلمة أخونا أبو خليفة عبد الله الكعبي، تفضل أخوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في البداية أرحب بكم في مجلسكم وفي لقائنا الأسبوعي اللي تعودنا أن احنا نناقش في موضوع من مواضيع الهامة بالنسبة لنا. اليوم احنا نستضيف في مجلسنا مجلس آخر لا يقل شأنا عن المجالس الأخرى المنتشرة في جميع أرجاء البحرين، وهو مجلس المرحوم إبراهيم سبت. عودنا المجلس مجلس المرحوم إبراهيم سبت أنه يقيم فعاليات كثيرة وينتقي المناسبات للاحتفال بها، واليوم هو يحتفل بيوم مهم جدا اللي هو يوم الكتاب العالمي. يوم الكتاب العالمي أنا أعتقد أنه بالنسبة للمشاركات الشعبية والالتفات له كمناسبة ما ترقى إلى أهمية الكتاب حاليا، لأن المجتمعات حاليا أو الحياة وتغير ظروفها أبعدت الناس كثيرا عن الكتاب وعن القراءة، والتفتت الناس إلى وسائل أخرى هي وسائل التواصل الاجتماعي اللي ابتدت تستحوذ على اهتمامات الناس وعلى تطلعاتهم وعلى حتى ثقافتهم اللي سيطرت عليها. أنا طبعا أشكر لإخواننا في المجلس الأستاذ خميس والأستاذ جاسم والأستاذ عبد المنعم العيد على اهتمامهم بهذه المناسبة اللي يعني، وأشكرهم أيضا أنهم اختاروا مجلسنا وتكريمنا أيضا على بعض الإصدارات. أنا يعني لي 3 إصدارات، كان الأول منها اللي هو كتاب سيرة في السياسة، وهذه أصدرته في عام 2018، وتبعته بإصدار مشترك مع أخوي أحمد اللي هو عن التعليم في البحرين بمناسبة مئوية التعليم في البحرين اللي بدأت سنة 1919، وإحنا أصدرناه في 2019. وتبعتهم بإصدار ثالث اللي هو مجموعة قصصية اللي هي وجوه في الغربة، كنت أتكلم فيها عن 10 قصص عاشت الغربة بمختلف أشكالها. هذا الكتاب يمكن أنا اللي بركز عليه اليوم في حديثي، لأن أخوي أحمد تكلم عن التعليم، وكتاب سيرة في السياسة يمكن خذ مجاله، بينما هذه صدر في أثناء جائحة كورونا ما أخذ فرصته أنه هو
اتكلم عنه او انه هو يعني اقدر انشره بشكل صحيح. وجوه الغربه يعني كتاب انا حاولت ان الف فيه 10 قصص اتكلم فيها عن وجوه، ومن خلال الغلاف اللي انا مصممه ايضا حط وجوه حزينه، لان الغربه بالنسبه للانسان تعد يعني مواقف حزينه، سنوات يعتبرها الانسان ضايعه من عمره لانه هو تواجد في منطقه غير منطقته وعاش حياه غير حياته لاسباب كثيره. في العشر الوجوه اللي انا عرضته اتكلم عن اشكال من الناس اضطرتهم الحياه انهم يغادرون اوطانهم الى اوطان اخرى ليعيشوا هذه الحياه بين ناس اخرين في ظروف مختلفه، ومعظمها تكون ظروف قاسيه. لذلك الوجوه دائما مهما ابتسمت وهي بعيد عن وطنها فإنها هي تحمل من الأحزان ما تحمله، قد توارى وراء ابتسامته، قد يكون الإنسان ذي يتحمل كل الصعاب على أساس أن لقمة العيش اللي هو جاء من أجلها، والكثير من الأمور اللي يمكن أنت أخبر مني بها. أنا في العشر الوجوه ذلين أنا ركزت في 9 على تجارب، بعضها يعني حقيقية وبعضها من تأليفي وبعضها مزج بين الحقيقة وبين الإضافات على أساس أنها هي تكتمل هذه القصص. إذا بتشوفونها بتشوفون أن ناس ما فيها أسامي ولا فيها دول، وإنما فيها تعبيرات وإشارات إلى بعض الوجوه اللي ظروف أنها هي تعيش خارج وطنها، سواء كانت الظروف مناسبة أو ظروف غير مناسبة، المهم أنها هي عاشت في أوضاع مختلفة. في وجه اللي هو ابتديت أنه هو الوجه الأول، أنا أعتقد أن أنا اختزلت فيه كل الوجوه ال9 الأخرى على أساس أنه هو عاش تجربة أنا أعتبرها هي الأقصى في تجارب الوجوه اللي في الغربة أو الغربة، أنه يعيش الإنسان غربة داخل وطنه. يعني مو بشرط أنه هو غادر الوطن عشان يعيش هاي الغربة، وأنه ممكن أن تكون في وطنك وتعيش غربة وتعتبر دي غربة مزدوجة، لأن أنت ما غادرت الوطن ولكن تشعر أن أنت غريب في وطنك. القصة كانت تبتدي وتتكلم عن زمان الغوص ومعايشة ومكابدة، يعني هو أكثر الظن أو يعني في الغالب أنهم أهل البحرين أو أهل الخليج عموما، شلون كابدوا هذا الزمن الصعب، شلون عاشوا في ذي الزمن الصعب، شلون تحملوا أنهم يعني يصنعون تاريخ من هذا الزمن. صارت الكتب تكتب عنه الآن وتتغنب وتتكلم عنه، لكن للأسف الشديد مع متابعاتي لهذا الزمن اللي هو زمن الغوص ما وجدت أحد يصف المعاناة، وإنما دائما يتكلمون عن الغوص أنه شنو مورد اقتصادي، يتكلمون عن الغوص بصفة شنو التجار اللي هم تاجروا باللؤلؤ وانقلوه من مكان لمكان، وشلون اشتهر الخليج بنوعية وجودة اللؤلؤ المنتج من بحاره. بينما المعاناة اللي عاشها السواد الأعظم من الناس معاناة مهملة، وان تكلموا عنها فإنهم يتكلمون عنها بشكل بسيط وعابر. ربما ان اللي يخليهم ما يتكلمون عن ذي الظروف ان اهل الظروف نفسهم ما سجلوا معاناتهم للاسف، لان كانت معاناتهم مشتركه، عاشوها كلهم بنفس الظروف بنفس الفقر اللي هم كانوا يعيشون عنه او فيه. لذلك احنا دائما نجد ان الوجوه متشابهه في معاناتهم في الغوص. كان هذه المجتمع هو مجتمع فقير جدا، مجتمع عانى الويلات والامرين على اساس انه هو يعيش. يعني اصبح الغواص، انا ما بتكلم عن غواص وسيب، كل العاملين في الغوص اللي على ظهر السفينه ظروفهم متشابهه وان اختلفت بشكل بسيط، فان التشابه بينهم تشابه يعني مثل ما نقول الى حد التطابق. لذلك نجد ان الانسان فيهم كان يعني يعاني في هذه الحياه، بل انه هو يبيع معاناته من تاجر الى اخر. يعني مثل ما نتكلم الان ان انت اذا بتنتقل من مكان لاخر تنتقل بديونك، تنتقل بمعاناتك، تنتقل بكل ظروفك المعيشيه القاسيه فعلا. انزين اذا كان زمان الغوص اللي احنا عبرت عنه انا هني في وجه من الوجوه، فان يعني انا اتكلم عن المعاناه المشتركه او المزدوجه، تجد ان ال9 الوجوه الاخرى كان لهم معاناه لكن انتقلوا لتحسين اوضاعهم لدول ثانيه، لكن بالتاكيد ان هناك اخرين في دولهم بقوا في مكانهم يعانون وما حصلوا فرصه انهم ينتقلوا من مكان لمكان.
اليوم يمكن تتكرر عندنا نفس ظروف ومعاناة أهل الغوص وإن كانت بشكل ثاني. يعني مثلا إحنا اليوم تغيرت الحياة عندنا وأصبحت الحياة مختلفة تماما عن ما كانت سابقا، ولكن إذا واحد بيربط أو بيقيس بين ما كان موجود سابقا وحاليا يجد أن الظروف متشابهة. ليش؟ يعني مثلا عندنا هني خصوصا في السنوات الأخيرة ارتفعت معاناة الناس من البطالة، أصبح الناس كلهم يعانون من البطالة في وطنهم. في مشهد مرتبك جدا أنا أعيش في البحرين وأنتم تعيشونه، تجد أن البطالة تضرب أرقام قياسية، وفي نفس الوقت نجد أن العمالة الوافدة إلى البحرين تضرب أيضا أرقام قياسية. حتى المحللين الاقتصاديين أعتقد حيرانين في تفسير هذه الظاهرة، كيف أن بلد يعاني من بطالة تجد فيه العمالة مرتفعة جدا. يعني في كل دول العالم إذا حبوا يحلون المشكلة اللي هو إحلال الوظائف بالنسبة للمواطنين، بينما في البحرين المشهد أنا مفاهمة غيري مفاهمة، ما في تفسير واضح. انزين هذه المعاناة هذه غربة جديدة بالنسبة حق العاطلين، يعني واحد يعيش في وطنه وعاطل، فهي غربة شديدة، لأن ممكن تضطر في النهاية أنه هو يغادر وطنه للعمل في مكان ثاني يكسب الرزق، بينما الأرزاق موجودة لكنها مو موجهة بشكل صحيح. هذه كلها الظروف أنا أعتقد أن في إسقاطات في الكتاب أنا كنت تكلمت عنها قبل، يعني طبعا في 2020 صدر الكتاب بس أنا كاتبه قبل يمكن بسنتين ثلاث. أنا حتى كتابي اللي هو سيرة في السياسة كنت كاتبه في 2013 وأصدرته في 2018. لذلك قراءة المشهد عموما مو بس أنا اللي أقرأ، غيري كثيرين قرأوا هاي المشهد، ولكنهم في النهاية يمكن بعضهم ما كتب، بعضهم علق إلى آخره، لكن ظروف الوجوه اللي موجودة هنا في القربة هي أيضا تنعكس على وضعنا الحالي. وضعنا الحالي أنا شخصيا مفاهمة، ما عندي حلول له، وأن اقترحنا المئات من الحلول لكن ما قاعدة مثلا تسمع أو أن هي تأخذ مجال أن هي للحل، مع أن بالنسبة لي وبالنسبة لكم بالنسبة لكل البحرينيين أن الحلول بسيطة جدا، لأن الوظائف متوافرة، لكن الوظائف اللي هي شنو لازم تكون اللي تليق بالبحريني. يعني ما نبي نتكلم عن استثمار والى اخره على اساس انه هو يكون على حساب البحرينيين. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم شو يقول؟ ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. ايش معناته؟ يعني لا تقتلونهم خشية الفقر. اليوم احنا عشان الاستثمار قتلنا اولادنا كلهم وعطلناهم، ما نقدر نستغني عن العمالة الوافدة لانها نجدها انها هي عماد الاستثمار حسب ما يقولون، والمواطن اصبح شنو في ذيل الاهتمام. تكدس البطاله الكبيره اعتقد وايد خطر على المجتمع عموما، يعكس وجه من وجوه الغربه اللي يعيش المواطن في بلده. انا ما بطيل عليكم، هذه ملخص الكتاب، واتمنى ان تقرون ذي الكتاب والكتب الثانيه اصدارات على اساس ان انتم تقيمونها بنفسكم. والاصدارات ترى يعني مو بس مني انا، منكم انتم ايضا مطلوبه. انا تهيألي ان كل واحد له اهتمام لو بسيط بالقراءه ياخذ القلم والورقه ويكتب عن مجاله هو، لان في النهايه كل اللي كتبوا وكل اللي اصدروا كانوا يتكلمون عن تجاربهم، عن معاناتهم، عن خبراتهم. وما اعتقد ان انسان عاش في الحياه 40 و50 و60 و70 والى اخره، ان شاء الله يطول في اعماركم جميعا، الا عنده خبره يقدر يسطرها في كتاب. شاكر لكم مره ثانيه، وشاكر لاخواننا في مجلس ابراهيم سبت على هذه المبادره، واتمنى ان شاء الله ان احنا نلقاهم دائما في مثل هذه المبادرات سواء كان في المجلس هنا او في مكان اخر. وشكرا لكم. مشكورين محمد وعلي وخليفه، مشكورين على الكلمات الطيبه. اخواني احنا اليوم جايين مو نقدم فقط مجرد برنامج مجلس مثل ما قلنا مناسبه وتكريم، انما حقيقه جايين بتكريم. هذا التكريم هو واجب واستحقاق اخلاقي وادبي يوصل لاخواننا، الله يجزاهم خير ويرفع العقال مجهودهم. يعني احنا جايين نشد على يدهم ونشكرهم على الجهد المبذول والجبار في زمن انتشار فوضى وسائل التواصل الاجتماعي وطغيان الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة اللي سلبتنا
القراءة، وما مألفين كتب حقيقة تستحق القراءة. يعني أنا شخصيا أكثر كتب درستها من أيام الجامعة كتب الثلاثة، وبالذات وجوه في الغربة، لأن عشت في الغربة أنا أبو خليفة زميلنا في الجامعة. فما أطول عليكم، نسأل الله العلي القدير أن يجعل ما قاموا به أن يكتب لهم كزكاة علم، ويجعل الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتهم، اللهم آمين. أخواني يعني مشكورين على حسن الاستماع. طبعا احنا لازم بعد نشكر الأخوان جزاهم الله خير، الطاقم الإعلامي الموجود عندنا اليوم منورينا. أخونا أبو خليفة عيسى الكعبي أحد أصحاب هذا المجلس العامر، وهو طبعا أخ وزميل عزيز وخلوق في الميدان التربوي وميدان كرة القدم المدرسي، والتفاصيل في لقاء آخر. تفاصيل بعدين. بالنسبة أيضا لا ننسى يعني نجوم الإعلام الاجتماعي الغديرين المعروفين المتميزين حقيقة إبداعا وتألقا وخلقا. الأخوان أخونا الناشط والاجتماعي القدير صالح بن علي الاجتماعي والصحفي، وأخونا أبو أحمد الناشط الاجتماعي علي بن موسى أبو أحمد، والناشط بعد معروف طبعا هذه أعتبره إعلامي المجلس المرحوم رئيس جاسم سبت الله يجزيه خير، ومحمد ناشط اجتماعي الحكيم القاسمي. ونشكركم جميعا إخواني، وطبعا بنبدأ إن شاء الله التكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. خلاص